السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من AI for Graphics and Media Production وكورس الان ديزاين. الحلقه دي اخر حلقه في كورس الان ديزاين اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هنتكلم فيها عن الاكسبورتيشنز وازاي ان احنا نقدر نطلع فايل وهكذا. طيب عايزين برضو دلوقتي نشوف كام حاجه مهمه. انا جيت مثلا فتحت الفايل ده من ريسنس فايل اللي عندي. اول ما حاجه ادوس على الفايل وهيجي يفتح طلع لي ايرور بالمنظر ده اللي قدامنا. ايه الايرور ده؟ بيقول لي the document per magazine كذا 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 uses fonts that are currently unavailable on the computer. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا دلوقتي عايز تنزل فونتات مثلا معينه من على النت واشتغلت عليها ولقيت الدنيا بتاعتك جميله وانت شغال البروجكت بتاعك عندك في البيت. طيب ونزلت الفونتات واشتغلت بيها وكل حاجه، بعد كده حضرتك بعت لي الفايل عندي. طيب هي الفونتات اللي انت نزلتها من على جوجل اللي عندك على الجهاز بتاعك موجوده عندي؟ لا، فبالتالي هيطلع لي الايرور ده. طيب الايرور ده احنا بنحله ازاي؟ يا اما حضرتك بتبعت لي سورس الفونتس اللي انت نزلتها بحيث ان انا انزلها عندي برضه عشان يبقى عندنا نفس الفونت، او بتعمل حاجه اللي انت اسمها ان انت بتقفل الفونتات اللي انت بتحولها لكرييت اوتلاين. بتبقى قافل لي الفونتات بحيث ان هي ما تبقاش خلاص خط ان انت تقدر تعدل عليه، بتبقى كأنها عباره عن شكل. بس انت لو خليت لي الحاجه عباره عن شكل وانا عايز اعدل في الكلام بتاعك مش هينفع. طيب ازاي بقى ان انا اسيف الشغل بحيث ان انا ممكن ابعته لك بالفونتات بتاعته بالصور بكل حاجه؟ هنشوف برضو الطريقه دي. يعني انت ممكن تبقى انت راجل زي الفل من الاول وعامل الفايل بتاعك وراجل محترم وحاطط جواه الصور وحاطط جواه الفونتات وهكذا، وفي ناس اللي بتشتغل بقى رجاله اللي بتبقى موزعه كل حاجه في الجهاز فمش عارفين ان نودي الحاجه فين ونجيبها منين وهكذا، فبيبقى ليها برضو طريقه اللي احنا ممكن نحل اللي انت لما تيجي تكسبورت الفايل بتاعك تبقى كل الحاجات متجمعه في فايل واحد في الاخر. طيب تعالى بس ندوس سكيب. وانت دلوقتي طول ما انت عندك الايرور هيبقى عندك المنظر ده بتاع الفونت اللي ايه حواليه الكلام الاحمر ده. طيب انت ممكن تيجي تدوس على الكلام ده. حلو. والمفروض ان انت دلوقتي ان الكلام ده بتاعك اللي موجود، لو انا جبت دلوقتي التكست وجيت وقفت هنا هتلاقي جايب لي اسم الفونت بتاعي. انا من دلوقتي ممكن اخد اسم الفونت ده واروح انا على جوجل وابتدي ان انا انزله واحل المشكله، او زي ما احنا اتفقنا ان احنا نبتدي ان احنا نظبط المشكله بتاعتنا ازاي من الاول. طيب لو الفايل اللي عندي ده ما فيهوش مشاكل حاليا وانا خلاص خلصت كل حاجه فيه، عايز ان انا ابتدي ان انا اعمل سيف للفايل ده بحيث ان انا اتعامل معاه، هتلاقي ان في فايل سيف از وتبص على المنظر ده هتلاقي هنا الفورماتس اللي هو بيديها لك 3 فورمات بس. الفورمات الاولى اسمها InDesign 2022 document، الفورمات الثانيه InDesign 2022 template، الفورمات الثالثه InDesign CS4 or later اللي هي بين قوسين اسمها IDML. طيب لو انت عندك InDesign 2023 هتلاقي مكتوب اول واحده وتاني واحده InDesign 2023، عندك 24 هكذا، عندك 2017 هكذا. طيب تفرق معايا في ايه بقى؟ يعني ايه الحاجه اللي تفرق معايا دلوقتي ان انا سايف الفايل ده؟ لو انا جيت دلوقتي سيفت الفايل ده 2022 وجيت بعت الفايل الInDesign ده لحد عنده الفيرجن بتاعته 2017، مش هيفتح عنده الفايل ده ليه؟ هيقول له خلي بالك الفيرجن اللي انت بتفتح الفايل بتاعها دي اللي الراجل اللي كان شغال عليها كان شغال على فيرجن اجدد، مش هيقول له رقم كام، هيقول له ده كان شغال على فيرجن اجدد منك، فانا مش هقدر ان انا افتح الفايل بتاعك ده. زي ايه مثلا؟ تعالوا كده مثلا نجيب فايل يكون معمول على فيرجن جديد اهو InDesign couldn't open الفايل اللي اسمه كذا عشان ده معمول على فيرجن اجدد من الفيرجن بتاعتك. فانا دلوقتي ممكن اقول convert فايل او ممكن اقول update الفايل اللي انا ابتدي ان انا ايه ابديت الفيرجن بتاعتي اصلا، ان انا هقول له لا بص انا خلاص انا الفيرجن بتاعتي 2022 انا هعمل لها ابديت للفيرجن بتاعته. فدي وقتها ان انت بتغير الفيرجن بتاعتك كلها بتاعت البروجرام وبتعمل لها ابديت. ممكن تدوس كانسل فالفايل مش هيفتح معاك اصلا، او convert فايل وهو هيحاول ان هو يكونفرت، ممكن يقدر ان هو يعمل ده وممكن لا. فحاليا انا عندي فايل بتاع بروجكت ومش هعرف ان انا اتعامل معاه. طيب الصح بتاعه بقى لو انت عايز تسيف على فيرجن تشتغل على اي InDesign في الدنيا، او لو انت متاكد ان الشخص اللي انت هتبعت له الفايل الفيرجن بتاعه اقدم من الفيرجن بتاعتك، تعمل ايه؟ او لو انت شغال على جهازك مثلا في الشغل وهتكمل في البيت فالفيرجن اللي في البيت بتاعتك اقدم من الفيرجن اللي في الشغل، احنا قدامنا حلين. الحل الاولاني لو احنا بنشتغل على اجهزه كلنا نفس الفيرجن، خلاص زي ما احنا اتفقنا ان انت هتعمل فايل سيف از وهتختار الفيرجن اللي احنا كلنا عارفين ان احنا شغالين على 22. طيب عايزين اي فيرجن قديمه تشتغل عليها من اول CS4 2004 لحد يومنا النهارده، InDesign CS4 or later، او اللي هي اسمها الفعلي لو انت ما لقيتش مسمى InDesign CS4 او later اسمها IDML
IDML دي الفورمات اللي على الإنديزاين اللي انت لما بتيجي بتسيبها بتشتغل على اي جهاز في الدنيا، ايا كان بقى الفيرجن اللي بتاعته من اول 2004 لحد ان شاء الله 2030 2050 لحد ما حاجه في التكنولوجيا تتغير. هو بيقول لك يا عم دي انا مش فارقه معايا انت في سنه كام، انا بتكلم معاك ان انا معاك من اول 2004 لحد بقى ايه اجدد فيرجن معاك. الصيغه دي اللي هي الاي دي ام ال هتشتغل معاك مع اي فيرجن وهتبقى الدنيا ما فيهاش مشاكل. فانت لو عايز تحل الازمه دي وتبقى مريح دماغك هتسيف اي دي ام ال على طول. لا انا مجرد ان انا سايف على الجهاز عندي وانا هشتغل على الفايل تاني وهكذا، فمش فارقه معايا، هتشتغل على InDesign 2022 او ايا كان المسمى اللي عندك. طيب الفرق بين الدوكيمنت والتمبلت ايه؟ التمبلت بتبقى مديه اكسس ان حد ممكن ان هو يعدل على الشغل بتاعك، بس بيتعامل معاه معامله تمبلت. يعني ايه معامله تمبلت؟ زي ما حضرتك لما بتيجي مثلا تفتح النت وعايز تجيب مثلا ديزاين اصلا معمول لمجله وانت تبتدي ان انت بتغير فيه، فالحاجه دي احنا بنسميها تمبلت. فدي بتبقى مديه اكسس ان انت تقدر تعدل في فيتشرز وكلها وتبقى الدنيا بتاعتك بالنسبه لك مرتاحه اكن الفايل اصلا بيبقى معاك. دي بيكون مسمى التمبلت. الدوكيمنت ده بيكون الفايل الاصلي بتاعك اللي انت ايه بتبتدي ان انت تتعامل معاه عادي. في التمبلت انا ممكن اخلي مجرد ان هو من بره البريفيو ان هو يبقى شايف الصور، بس لما يجي يخش جوه الفايل ما يلاقيش الصور. نفس المعامله بتاعت التمبلتس اللي انت بتشوفها على النت وبتبتدي ان انت تنزلها. لو انا عايز اخلي الفايل بتاعي يبقى مجرد تمبلت ببتدي ان انا سايفه عشان يتعامل معامله التمبلت. دوكيمنت لا، ده خلاص الفايل بتاعي والدنيا تمام. طيب انا حصل عندي مشكله دلوقتي، ايه هي؟ انا سيفت 2022 جميل، وبعديها بشهر انا نزلت فيرجن جديده 2024 جميل. هل لما هاجي هفتح الفايل مش هيفتح؟ لا هيفتح. ليه؟ اي فيرجن قديمه بتشتغل على اي فيرجن جديده مش العكس. يعني احنا زي ما احنا قلنا هنا ايه، من اول 2004 الى فوق معاك. يعني انا دلوقتي لو عندي 2024 فتحت عليها فايل كان معمول ب 2022 تمام، 21 تمام، 23 تمام. لكن لو انا مثلا في سنه 2025 وانا مسايف الفايل بتاعي 2025 وعايز افتحه على 2024 مش هينفع، زي اللي حصل في الفايل اللي احنا فتحناه من شويه. تاني الفايل ده معمول على فيرجن اجدد، جيت دوست دوستين قال لي مش هينفع عشان ده معمول على newer فيرجن جديده، فمش هينفع ان هو يفتح معايا. فبالتالي انت خلاص دلوقتي تقدر ان انت تسيف وتحل المشكله دي بتاعتك. طيب انا كده عرفت اسيف InDesign ازاي. طب انا عايز اسيف PDF، عايز اسيف اي فيرجن تانية يا عم، ما ينفعش؟ يلا بينا. مش هيبقى فايل بقى سيف از، هيبقى فايل اكسبورت. تمام، حاجه ادوس اكسبورت هيطلع لي خيارات الله دي. في حاجه اسمها Adobe PDF Interactive، حاجه اسمها Adobe PDF Print، EPS، HTML، InDesign Markup اللي هي IDML، JPG، PNG، XML. تعال نشوف الاثنين دول. PDF Print دلوقتي ان حضرتك عامل مجله وشغال عليها على اساس ان هي CMYK وان المجله دي هتتطبع، فانا دلوقتي ببتدي ان انا بسيفه PDF Print بحيث ان هو يكون الفايل فيه الاكسسبيليتي، يكون عنده الاكسس ان انت تقدر ان انت تطبع الموضوع. ان انا دلوقتي لو خدت الملف ده وجيت طبعته الوانه مش هتتغير، مفيش حاجه هتضرب، وهيبقى متسيف باحسن نسخه ممكنه ان احنا لو استخدمناها في مطبعه ان هو يطبع وما يحصلش فيها مشاكل. طيب امال ايه PDF Interactive؟ مش احيانا في ناس بتقرا كتب من على النت؟ طب مش احيانا ان انت بتلاقي مثلا CV بتاع شخص من على النت وتلاقي مثلا حاطط فيه لينك الايميل بتاعه ايا كان ايه الحاجه؟ طب لما انت بتيجي بتدوس على الايميل ده بيفتح معاك ولا لا؟ بيفتح معايا. لو انت سيفت فايل PDF عادي وجيت دوست على اي لينك موجود فيه مش هتلاقيه شغال. امال ايه الحاجه اللي بتبقى شغاله؟ لما انا ببقى مسيف الفايل بتاعي انتراكتيف. يعني ايه انتراكتيف؟ يعني انا دلوقتي نسخه PDF اللي معايا دي اقدر ان انا اتفاعل معاها. ممكن تبقى حاطط لي فايل PDF فيديو على فكره، اجي ادوس على الفيديو يشتغل. ممكن تبقى حاطط لي لينك الويب سايت معين، اجي ادوس على لينك الويب سايت اروح هناك. ممكن تبقى حاطط لي مثلا زرار هنا مثلا اكن فيه كلمه نكست، لما اجي ادوس هينقل لي على الصفحه اللي بعديها. دي وقتها ببقى انا قاصد ان انا اعمل الشكل اللي عندي ده ان هو يبقى انتراكتيف، ان هو يكون شكل تفاعلي، ان انا اي زرار هدوس عليه او اي حاجه انا هعملها يكون فيه اكشن ورياكشن، يكون فيه فعل ورد فعل، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لي مجرد منظر وخلاص. دي بتبقى في حاله ان انت عامل الحاجه بتاعتك دي مثلا RGB وانت هتنزلها من على النت، ايا كان بقى مجله، كتاب انت هتحطه على النت فعايز يبقى فيه انتراكتيف، CV عنه لنفسك، بورتفوليو انت مثلا عامله بحاجه معينه وعايز تعرض له مثلا جواه فيديو، او ان هو يكون فيه حاجات فيها اكشن ورياكشن ونبتدي ان احنا نتعامل مع بعض، ما يبقاش مجرد ملف مصمت كده كمنظر. وقتها بنتعامل معاه على اساس ان هي انتراكتيف. في ناس اصلا ما بتعملش البرزنتيشنز بتاعتها على باوربوينت زي زمان، في دلوقتي ناس بتعمل برزنتيشن بتاعتها على InDesign ويطلعوا منه شغل قوي قوي ويقول لك ده البرزنتيشن بتاعي، عشان خلاص في انتراكشن وهتدوس وهتروح، فالموضوع ممكن يطلع بشكل بروفيشنال قوي من ناحيه الInDesign. EPS فورمات EPS بتاعتنا، الفورمات السحر اللي قلنا فورمات EPS، الفورمات اللي بتشتغل على اي حاجه في الدنيا. يعني انا لو سيفت EPS ده فتحته على إليستريتور هيفتح، سيفت EPS ده فتحته على فوتوشوب هيفتح. طب انا لو عندي فايل EPS على إليستريتور دخلته على InDesign هيفتح.
الله، يعني الدنيا كلها فاتحه معاك والدنيا سهله كده؟ الدنيا بتاعتك زي الفل وما فيهاش اي مشكله. احنا كنا متفقين ان ميزه بروجرامز ادوبي ان هي ايه؟ ان هي مفتحه على بعض. فورمات الاي بي اس دي بقى لو انت اصلا سيفت الحاجه تقدر ان انت تبتدي ان انت تاخدها وتوديها حته تانية وهكذا، ايا كان على ايا كان ايه البروجرام. افتر افكت بقى، بريمير، الستريتور، ان ديزاين، فوتوشوب، الدنيا مفتحه على بعض. ده غير اصلا ان احنا لو فاتحين البروجرامز نقدر ندخل حاجات مع بعض. يعني انا ممكن افتح الالستريتور واشد حاجه وادخلها. تعالى كده مثلا نشوف. هفتح مثلا الستريتور، هعمل اي حاجه كده جوه. اتنقلت من الستريتور ل ان ديزاين، وهتفضل زي ما هي فيكتور. ليه؟ عشان الاثنين بروجرامز دول فيكتور، فهينقل حاجه من هنا هنا مش هيحصل اي حاجه. لكن لما احنا كنا بناخد حاجه مثلا من الستريتور ونوديها الفوتوشوب كانت بتتحول لريستر، فبيبقى فيها بيكسلز بس. اديك شايف انا شديت من هنا لهنا، ايه الحاجه دخلت عندي على طول. طيب حلو الكلام ده. ده كده الاي بي اس. تعالى بقى هنا، هيهمنا ايه تاني؟ هنا كان في فورمات اسمها HTML وفورمات XML. ايه فورمات HTML دي؟ HTML دي احد انواع الستايلز بتاعت الكودينج اللي الناس كانت بتعمل بيها الويب سايتس زمان، ولحد النهارده في ناس بتتعلم HTML وتبتدي ان هي تتعامل معاه ان هي بتكريت ويب سايتس وهكذا، بس بالنسبه لليفلز ان ناس البيجنرز وهكذا. طيب ايه اللي حطه هنا؟ احنا كنا متفقين ان انت في الاول لما انت كنت بتيجي تكريت كان في هنا ويب وموبايل. طيب كان أزمة إن الفوتوشوب والإلستريتور للناس اللي كانت بتشتغل ويب سايتس وهكذا زمان إن هو كان مجرد إن هو بيطلع صورة. كان الراجل المبرمج بياخد الصورة دي يبتدي إن هو يحولها كلها لبرمجة من غير ما يبقى عنده أي كود يساعده. ففي الإن ديزاين بعد ما الدنيا اتطورت شوية قال لك طب إحنا ممكن نعمل حاجة، ممكن نطلع له كود. هنطلع له كود اللي هو تحت مسمى ال HTML ده في حالة إن هو هيعمل ويب سايت. طب لو الراجل ده عايز يعمل موبايل ابلكيشن، أسهل الدنيا عليه إزاي شوية؟ بطلع له XML. يبقى XML ده بتاع الموبايل ابلكيشن وال HTML ده بتاع ايه؟ الويب سايت. طيب ان ديزاين مارك اب IDML. قلت لك مش فارقه معايا المسمى اللي قبليها، انا بدور على IDML. فلو انت عملت اكسبورت وعايز تسيف فيرجن PDF، عايز تسيف فيرجن ان ديزاين تشتغل على اي بروجرام في الدنيا، مش فارقه معاك سنه كام، بتسيف IDML. هي اللي كانت موجوده هناك. JPG هتتعامل مع صوره، PNG هتتعامل مع صورة بس اللي هي بتكون الخلفية بتاعتها transparent. فده كده بالنسبة للجي بي جي وبالنسبة للبي ان جي. في بقى الاي بي يو بي fixed layout واي بي يو بي الري فلوبل. دي بيقول لك يا باشا ان هي نسخة خفيفة قوي وسريعة. يعني ايه خفيفة قوي وسريعة؟ يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمل كتاب او حاجة نرفعه على النت، صح؟ طيب الكتاب بقى بتاعي ده مش انتراكتيف، ما فيهوش اي حاجة تفاعلية، او الحاجه التفاعليه اللي هو الفايل PDF الانتراكتيف ده مش شرط ان انا ارفعه على النت. يعني انا ممكن يكون فايل عندي على الموبايل وابتدي ان انا ادوس على الزراير وابتدي ان انا اتعامل معاه. بس لو انت بترفع فايل PDF على النت هيكون مثلا مساحته كبيره، صح؟ طب يا عم انا بسيب فايل PDF بيبقى 2 ميجا، 3 ميجا، 5 ميجا، 10 ميجا، دي مش مساحه. طيب لكن لو انت رفعت الحاجه ال 10 ميجا دي وجبت لك فايل تاني مثلا 1 ميجا، انهي اخف؟ ال 1 ميجا. طيب لو انا بفتح الفايل ده من على النت انهي اللي هيحمل اسرع؟ ال 10 ميجا ولا ال 1 ميجا؟ ال 1 ميجا. قال لك طيب احنا هنعمل لك اكستنشن تسيف بيه كأنه فايل PDF، كأنه كتاب ان انت هتفتحه وتقرا منه وتاكسس عليه كل حاجه، بس هيكون اخف بكتير في المساحه واسرع بكتير عشان الناس تتعامل معاه من على النت وما يهنكش وتبقى الدنيا تفتح بسرعه. قال لك الله حلو قوي، ايه ده يا عم؟ فقال لك هنعمل ايه بقى؟ هنروح للاي بي يو بي فيكس لاي اوت والاي بي يو بي ريفلابل. يبقى احنا دلوقتي انت عندك الاثنين الاكستنشن دول. الفيكسد لاي اوت يا باشا انا حاطط لك لاي اوت معين ما بيتغيرش، هو بنفس المنظر ده ايا كان ايه الصفحه اللي عندك، مش هيبتدي ان هو يظبط عليها، هو مجرد ان هو ليه مقاس وليه حاجه معينه مش هيتغير. امال الاكستنشن التانية دي بتعمل ايه؟ بتطبق على الصفحه اللي عندها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن تيجي تفتح بيج من على النت تلاقي ان البيج دي بتطلع قد شاشه الموبايل بالظبط ايا كان انت ماسك موبايل ايه. وممكن تيجي تفتح بيج تاني من على النت تلاقي في موبايل تطلع بالظبط، في موبايل تاني تطلع صغيره، في موبايل تاني تطلع كبيره، فتضطر ان انت تعمل زوم اوت او زوم ان عشان تشوف. لو انت عاملها فيكسد لاي اوت فخلاص هو اللاي اوت يا باشا اللي عندي ده مش هيتغير ايا كان السيستم اللي انا التاني اللي هتعامل معاه ايه. لكن لو اخترت الاكستنشن التاني هتبقى الدنيا بتاعتك مرتاحه، اللي انت ممكن تروح وتيجي والدنيا بتاعتك تتظبط وميبقاش عندك اي مشاكل ويفت على ايا كان ايه الدنيا بتاعته. ففي حاله اللي انت عايز اكستنشنز تانية غير الحته بتاعت اللي انت تسيف فايل ان ديزاين ايا كان هو جديد او قديم، محتاج بقى جي بي جي، بي ان جي، XML، HTML،
اي دي ام ال بس ما لقيتهاش هناك، عايز اي بي اس، بي دي اف برنت، بي دي اف انتراكتيف، كل الحاجات دي موجوده في الاكسبورت. بس بالنسبه لل اتش تي ام ال والاكس ام ال عيب عليك لو انت لسه شغال ان ديزاين وبتكسبورت بدول، لان احنا دلوقتي عندنا ادوبي اكس دي، او حضرتك لو شغال فيجما دي بروجرامز بالنسبه لليو اي واليو اكس ان انت تعمل ديزاينات الشكل بتاع الفرونت اند بتاع الويب سايت او موبايل ابلكيشن، وبيديك اوبشنز بقى الكودز كتير اكتر من دول بكتير، بلس ان الدنيا بتاعتهم اسهل. دي كده الاكسبورتيشنز من هنا. طيب ناقص حاجه، انت جيت دلوقتي قلت لي ان احنا لو عايزين نسيف فايل ان ديزاين وعايزين نسيفه بالفونتات بتاعته والصور بتاعته بحيث ان الحاجات بتاعتنا ما تضربش، نعمل ايه؟ هتروح على فايل وتدور على حاجه اسمها باكج اللي هي الشورت كات بتاعها كنترول الت شيفت بي، او لو انت ماك هيبقى كوماند اوبشن شيفت بي. طيب فين دي يا عم؟ انزل اهي، هي دي الباكج. ايه الفكره بتاعت الباكج؟ ان هو هيكسبورت لي الفايل الان ديزاين بتاعي، وهيكسبورت لي فايل الان ديزاين ده جواه سورسز الفونتات، وهيكسبورت لي الفايل ده جواه كل الصور اللي كانت موجوده. طب تعالى كده ندوس باكج، طلع لي ايرور. اول حاجه في الباكج هنا بيقول لك في سامري. ايه السامري دي؟ ملخص الليله كلها اللي انت عاملها انا حاططها لك في صفحه. بيقول لك بص خلي بالك ان في 8 فونتات انت مستخدمهم، في منهم 5 انا مش قاريهم، فالخمسه دول مش هيطلعوا، لكن الباقيين هيطلعوا. زيرو امبيدد، مفيش حاجه مثلا معمول لها امبيدد ضربه من الصور او هكذا. زيرو انكمبليت، مفيش اوبريشن مثلا انت كنت عاملها وهي ما خلصتش. زيرو بروتكتد، مفيش حاجه انا عامل عليها سكيورتي بحيث ان ما ينفعش اي حد ياخدها. اللينكس هنا بيقول لك زيرو لينكس، مفيش اي مشكله هنا، مفيش اي مشكله هنا، مفيش اي مشكله هنا. بيقول لك خلي بالك بس ان ايه، في 29 embedded and 28 use RGB color space. في عندنا 29 صوره معمول لها امبيد، 28 لون من الوان الار جي بي اللي احنا مستخدمينهم. بيقول لك الكلام ده ليه؟ بيقول لك عشان هنا بقى بيقول لك لا خلي بالك ان احنا عندنا شويه الحاجات دي عشان تتاكد من العدد لو انت عندك ايه اي مشكله. طيب دلوقتي وقت الايرور ده، هل الفونتات اللي ضاربه دي هيطلعها لي مش هيطلعها لي؟ طب تعالى ناخد التفاصيل. ادي هنا فونتس نو دول مش معمول لها بروتكتنج. بص بقيه الفونتات ميسنج اوكي ميسنج. طيب لينكس اند ايمجز جايب لك ان الصور دي كلها معمول لها امبيدد، الصور دي كلها موجوده. طب لو في صوره مش موجوده هتلاقي في الستيتيوس هنا مديك ايرور. كولرز اند لينكس حاطط لك الالوان اللي انت بتستخدمها. برنت سيتنجز لو انت مظبط سيتنجز معينه. اكسترنال بلجنز لو انت جايب بلجن من بره مستخدمها بس انت مش جايب بلجنز، هقول له اعمل باك. publication must be saved before continuing. save it now. اما هتسيف. طب انا بسيف ايه؟ هتسيف اللي انت دلوقتي الفايل اللي عندك ده لو انت عدلت عليه هتسيفه ولا لا؟ لو انا جيت دوست كانسل مفيش حاجه هتحصل. طب لو جيت دوست سيف هيسيف على الوضع بتاعي ده لو انا جيت مثلا هنا ايه عدلت اي حاجه. طب تعالى ناخد الاوبريشن نسيف مش مشكله. سيفت مثلا على ديسكتوب، بص هيسيف لي ايه؟ بريلز ماجازين فولدر. بيقول لك بقى ايه هنا بقى؟ كوبي فونتس هيبتدي ان هو يحط لك كوبي الفونتس. كوبي لينك جرافيكس لو انت في حاجات عامل لها لينك هيحطها لك. ابديت جرافيك لينك ان باكج لو في اي ابديتس هيحطها لك. use document exceptions only لو انت عايز تخلي الاكسبشنز بس اللي موجوده. include fonts and link from hidden and non-printing content لو انت مثلا في حاجات انت كنت مخبيها او كذا يطلعها. include IDML include PDF print هيطلع لك فايل IDML عشان يا عم يبقى معاك فايل ان ديزاين تقدر تستعمل على اي حاجه. وinclude PDF print. انت متخيل ان كل دول كل حاجه منهم يتعمل لها اوبريشن لوحدها هو بيطلع لك كلها بدوس زرار؟ طب تعالى ندوس باكج. بيقول لك خلي بالك ان انت دلوقتي لما يجي يحصل الحاجات دي ان انت دلوقتي بتتبع القوانين بتاعه البروجرام، ان انت ما ينفعش ان يكون في اي فونت فيهم مثلا ليه كوبي رايتس او في اي حاجه من الحاجات اللي موجوده ليها علاقه بالكوبي رايتس اللي هي ريستريكشنز او ايا كان اللي هي بتتسمى ان هي القوانين بتاعه الابلكيشن. اللي هو بيقول لك خلي بالك ان انت ايه لازم تمشي على الكلام ده عشان ما يحصلش معاك مشاكل لو انت الفايل ده عملت له ببلش، عشان ما يجيش حد يكلمك في كوبي رايتس حقوق نشر او حاجه. جيت قلت له اوكي the following fonts aren't currently available. بيقول لي تاني ان الفونتات دي مش موجوده. طب هو بيقول لي الكلام ده ليه؟ بيقول لي لان خلي بالك لو انا دلوقتي حاجه اعمل اكسبورت خلي بالك ان انا مش هطلع لك الفونتات دي، فانت اما بتقول له فايند ان انا هبتدي ان انا ادور عليهم او هعمل لهم ريبليس. ده لو انت الفونتات دي مثلا انت منزلها من سايت ادبي وان انت النسخه اللي عندك دي اوريجينال مش عامل لها كراك، فوقتها هو هيدور على الفونتات دي ويسطبها لك ويعيش حياته. يا اما حضرتك هتاخد اسم من دول وتبتدي ان انت تروح على جوجل وتنزل الفونتات، اما انا لو خلاص مش عايزهم يا اما تاكسبورتهمش هقول اوكي وهو هيحمل ويطلع لي الفايل بتاعي. حاليا المفروض الفايل بتاعي موجود. طيب تعال نشوف. انا المفروض الفايل بتاعي اسمه بيرلا ماجازين فولدر. طب بيرلا حرف بي اهو لقيته، ولو انا فاتح الديسكتوب من هنا لقيته. طيب تعال نخش مش هتفرق معايا. هتلاقي هنا IDML فايل ده الفورمات اللي بتفتح على اي حاجه. INDD دي الفورمات اللي هي بتاعت الفيرجن بتاعتك الحاليه. بيرلا ماجازين PDF الفايل PDF بتاع البرنت.
اهو الفايل اهو بتاعي موجود، ادي 1 2 3 4 5 موجود، كل حاجه فيه موجود، والنسخه الان ديزاين العاديه والاي دي ام ال دوكيمنت فونتس، الفونتات بتاعتي اللي موجوده 1 2 3. طيب لو انا دلوقتي كان الفايل ده جواه صور، والصور اللي كانت جوه الفايل انا مش عامل لها امبيد، يعني انا دلوقتي لو جيت فتحت فايل وجيت جبت لينكس هتلاقي ان الصور بتاعتي معمول لها امبيد كلها اهي. طب لو انا مش عامل لها امبيد، وان انا دلوقتي المفروض ان الصور دي ان انا عايز اكسبورتها واديها للراجل اللي شغال معايا، وقتها لو انت مش عامل امبيد هيكسبورت لك الصور كلها، لان هو شايفك ان انت ايه ما عملتش امبيد للصور، فهيبتدي ان هو ايه يكسبورتها لك. لكن هو بيقول لك ان كده كده الصور معمول لها امبيد. طب ما بيكسبورتش ليه؟ هياخد مساحه على الفاضي، لان كده كده الصور معمول لها ايه متسيبها جوه الفايل الان ديزاين نفسه، فهو بيكسبورتها لك، فبيسيبها لك مرتين يبقى ملهاش لازمه. في حاله ان انت مش عامل امبيد هو بيكسبورت لك الصور بيحطها لك معاك. في حاله اللي انت عامل امبيد انت كده كده مسيف الصور بتاعتك جوه الان ديزاين، فخلاص انت مش محتاج تسيف الصور في حاجه تاني. دي كده الاكسبورتيشنز بتاعت الان ديزاين، ايا كان انت عايز تتعامل على ايه وتكسبورت ايه. الاكسبورتيشن سهله ما فيهاش مشكله، ايا كان بقى انت عايز تعمل ايه. انت كده كده معظم الوقت من ان ديزاين هتكسبورت ايه بي دي اف هتطبعه، او بي دي اف انتراكتيف لو انت عايز تعمل عليه. اما في حد هيبتدي ان هو ياخد منك الفايل ويعدل عليه، فانت هتسيف له اي دي ام ال وتدي له الفايل، بحيث ان مفيش فونتات او في اي صور في بينها وبينكم ازمه. في حاله اللي انت مش ضامن شغلك فين وهو ما عندوش نفس الفونتات والدنيا بتاعتك مش تمام وعايز تديله الصور عشان هو يلعب بيها ويغير فيها شويه حاجات، مش هتعمل لينك للصور وهتكسبورت باكج. لا انا خلاص انا الصور بتاعتي محطوطه في مكان وعامل لها سيف جوه، مش عايز اغير حاجه فيها، خلاص انا عامل امبيد للصور بتاعتي لان ده كده ايه الفاينل الكلام بتاعي. طيب التكست ممكن يعدل عليه او حاجه، خلاص بعد ما عملت امبيد للصور بتاعتي كلها هروح على فايل واختار باكج وابتدي ان انا سيف. الراجل هياخد فايل محترم جواه نسخه ان ديزاين وجواه نسخه برنت بي دي اف وجواه نسخه اي دي ام ال وجواه الفونتات بتاعتي. طب لو انا مش عايز اكسبورت النسخه دي كلها، مش عايز اديله مثلا نسخه البرنت تبقى معاه، شايف ان هي ملهاش لازمه، ما احنا جينا بصينا لما احنا جينا هنا عند الباكج وجينا كملنا قال لك هنا الاوبشنز اللي انت عايزها. يعني انا ممكن اجي عند البرنت اقول له لا، ممكن اجي عند الاي دي ام ال ما اختارهاش، انا عايز اديله نسخه الان ديزاين نفسها، مش عايز اديله فيرجن اي دي ام ال، انا حر يا عم. طب انا عايز اديله اي دي ام ال بس واكوبي الفونتات بتاعتي اهو. يعني انت عندك الاوبشنز كلها تقدر تعمل حاجه اللي انت عايزها، يبقى انت كده كامل الاكسس معاك. كده الان ديزاين خلص بالاكسبورتيشنز. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من فيديوهات الان ديزاين وان يكون الموضوع سهل عليكم. حاولنا ان احنا في الان ديزاين ما نطولش الموضوع على قد ما نقدر، نعمل عدد فيديوهات ما يكونش طويل، بحيث ان عايز يلم بروجرام الان ديزاين في السريع كده، عنده اي بروجكت عايز ان هو يعمله او حاجه يقدر ان هو يلم الموضوع بتاعه. وتاني لو انت عندك باك جراوند على الالستريتور الموضوع هيكون اسهل مليون مره عليك في الان ديزاين، وتقدر ان انت تبقى بروفيشنال فيه بسرعه، لان الفرق بينهم مش كبير والدنيا هتبقى سلسه جدا لو انت عندك باك جراوند على الالستريتور. وفي سؤال من الاسئله اللي اتسالت لي كتير، ايه ده ايه الايرورز دي يا جماعه؟ مش احنا دلوقتي واحنا من اكسبورت الفونتات ما كانتش موجوده؟ ولما جينا نسيف باكج ادانا ايرور وادانا علامه ان في مشكله عندي. طب ما دي الايرورز، هو دلوقتي بيقول لك ان في ايرورز، مجرد ان هو بيطلع لك العلامه الحمراء وبيكتب لك جنبها 16 ايرور، يعني انت عندك ايرورز عموما. هو هنا مش بيحدد لك، بس انت بتبقى عارف ان في ايرورز عندك. فانت لما تلاقي المنظر ده بتاع الايرورز اللي عندك انت تعرف ان انت عندك مشكله من قبل ما يحصل اي حاجه، لان ممكن يبقى في فيرجن انت عندك مشكله في الفونت بس مش مديك العلامه الحمراء اللي وراها دي، بس مديك هنا ايرور تجمع. طب ليه يا عم 16؟ يا عم تعالى عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وهتلاقي في فونت كمان وقع مننا يبقى 16. ادي كده الفونتات بتاعتنا الايرور اللي كان بيسأل على موضوع الايرور. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، استناكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حاجه جايه تجيلكم. ولو حد عنده اي اسئله ممكن يسيب لي الاسئله بتاعته في الكومنتات، هرد عليها كلها ان شاء الله. ولو حد حابب ان هو يكلمني دايركت هتلاقوا تحت في الديسكربشن في لينك الفيسبوك بيج وفي لينك الانستجرام، ممكن اي حد يخش يكلمني في اي وقت وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا بمعلومه جديده، والسلام عليكم.